السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني انا اي فودة من قناتي كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شكل المروحة، هنعمله بنفس طريقة المروحة اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين، المروحة الورق. وهنشوف هنعمله ازاي مع بعض وهنزوقه ازاي. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. نعمل الجلاش اللي احنا شايفينه مع بعض. معانا لفة جلاش نص كيلو، لازم تكون جلاش صابح زي اللي احنا شايفينه ده. هناخد ورقة بسم الله وهنغطي الباقي ونسيبه عشان ما ينشفش. نيجي معانا نص كوباية سمنة على زبد، وانا عندي شربات، لو انت ما عندكيش شربات كوباية سكر وعليها نص كوباية مية وتحطهم على النار لحد ما السكر يدوب، تحطوا له عصرة ليمون وكيس فانيليا في الاخر، وكده بقى الشربات جاهز معاكي. ودلوقتي هنشتغل في الجلاش بسم الله. هنمسحه مسحة خفيفة كده من الزبدة على سمنه زي ما قلنا. مسحناه مسحه كده من الزبده. انا سكر بودره رشه خفيفه بس كده من السكر البودره. هنيجي نتني الورقه بالطول، مسحها مسحه خفيفه من الزبده خفيفه خالص من السكر البودره. هنقطع الورقه من النص زي ما احنا شايفين مع بعض كده بسم الله. وكده قطعنا الورقه من النص وهنعملها شكل المروحه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. كده بقى معانا شكل المروحه خلة اسنان، وكده بقى معانا شكل المروحه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. واحده تانية مع بعض برضو معانا هنا كده صينيه مسحنا ونرسب كده الجلاش زي ما احنا شايفين مع بعض. ونعمل واحده كمان مع بعض كده زي ما احنا شايفين. نرجع نحط خلة الاسنان كده بالشكل ده. واحنا هنا ممكن نعملها بشكل تاني مع بعض كده. هنجيب معانا 3 ورقات بسم الله، هندهن كل ورقه دهنه خفيفه، مسحه خفيفه خالص بسم الله. بص نحط رشه سكر بودره خفيفه زي ما احنا شايفين. دي 3 ورقه نمسحها مسحه خفيفه برضو من الزبده، نقطعها على 3 قطع كده زي ما احنا شايفين. اهي بسم الله. يعني احنا عملنا شكل المروحه الاكبر، هنعمل دلوقتي شكل المروحه الاصغر شويه بسم الله. هنقطعها على 3 بسم الله، يعني بالعرض على 3 وبرضو بالطول ديت على 3 بسم الله. هنيجي برضو نعملها نفس شكل المروحه زي ما احنا شايفين مع بعض. برضو زي ما احنا شايفين معانا الخله، وكده عملنا شكل المروحه بس الاصغر شايفين كده مع بعض. هنعمل كمان واحده مع بعض بسم الله. كده عملنا شكل المروحه زي ما احنا شايفين، وجينا اتنيناها من النص وجبنا الخله حطيناها من هنا كده بالشكل ده بسم الله. كده بقى معانا برضو شكل المروحه. هنخلص بقيه الكميه ونرجع مع بعض ان شاء الله. ودي كده شكل الجلاش المراوح اللي احنا عاملينه مع بعض. عملنا دوت الكبير وده شكل المروحه الصغير، وهنحطه في الفرن. هنحطه على الشبكه في النص ونولع من تحت لحد ما ياخد لون، مخدش من فوق برضو اخر دقيقه نولع من فوق. وبعد ما نسويها هنشوفه مع بعض. احنا شايفين كده مع بعض بعد ما استوت خدت اللون الجميل دوت، ننزل عليها بنص كوبايه شربات بارد. وكده بعد ما سقناها بالشربات زي ما احنا شايفين هنسيبها خالص لحد ما تبرد وبعدين نرجع نزوقها مع بعض ان شاء الله. وده الجلاش اللي احنا عاملينه مع بعض شكل مروحه، هنزوقه مع بعض دلوقتي بسم الله. دي شوكولاته مسيحينها على حمام مائي بسم الله. وده الفستق اللي احنا عاملينه مع بعض، فستق الكداب زي ما احنا شايفين. حطينا الشوكولاته نحطها في قلب الفستق، وهنكرر نفس الخطوه برضو. نحطها في الشوكولاته كده الاول بسم الله، ننفضها عشان الشوكولاته الزياده تنزل. نحطها في قلب الفستق شايفين ما شاء الله. ده الفستق اللي احنا عاملينه مع بعض. نكمل بقيه الخطوات ونرجع مع بعض ان شاء الله. شايفه قد ايه ومقرمش. لو عجبكم وصفتي النهارده اعملوهم تابعوا وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.